بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم صحة وفي أسعد حال، أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحبابي في الله، أنا يعني الأيام دي ببث لكم أو بأذيع لكم حلقات يمكن نادرا لما بيكون حد بيتكلم فيها. يعني لو بحثنا على اليوتيوب هنلاقي قلة من مفسر الأحلام هي اللي بتتعرض لهذه الرؤى. النهارده موضوعنا، وإن كان موضوع يعني محدش يمكن يتكلم فيه قبل كده، رؤية التبرع بالأعضاء. لما يشوف صاحب المنام انه بيتبرع بالاعضاء بعضو من اعضائه، الرؤيه دي بترد لبعض الناس في اذهانها وبيشوفها في المنام، والرؤيه دي غريبه وقد يتحير الانسان عندما يراها. هذه الرؤيه تحمل بشرى رغم انه بيكون صاحب المنام بيتبرع بعضو من اعضائه. فالرؤية هنا بتدل على التغيرات العديدة اللي هي تحدث في حياة صاحب المنام، حياة الشخص الرائي. كما تشير الرؤية لبعض القلق أو بعض الهموم اللي هي بيواجهها الرائي، تشير بعض القلق وبعض الهموم اللي بيواجه الرائي في الواقع. تمام، على كل إنسان على حدة، سواء رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، مطلق أو مطلقة، أرملة أو أرملة، لكل الناس. وأيضا رؤية التبرع بالأعضاء بتدل على أن هذا الرائي صاحب المنام بيسعى لمساعدة الآخرين، إنه بيساند الآخرين وبيساعدهم في شؤون حياتهم، إن كان فقير أو محتاج أو أي إنسان بيحتاج مصلحة، إنه بيساعد الناس ولا يتأخر عن مد يد العون للآخرين. يعني عندما يشوف الإنسان إنه بيتبرع بالأعضاء، فالرؤية بتعني إنه يعني إنسان طيب، إنه بيسعى لمساعدة الآخرين، إنه بيسعى لتلبية طلبات أي حد بيطلب منه طلب. أيضا تعني أنه بيمر ببعض الأزمات، إلا أنه سوف يتخلص من هذه الأزمات وسوف يتغلب عليها بأمر الله تعالى خلال أيام قليلة. وأيضا الرؤية تعني أنه سوف يمر بعدة مراحل، عدة تغيرات في حياته، حتى يصل إلى التغير الإيجابي اللي هو هيغير حياته 360 درجة للأفضل بأمر الله تعالى، وهتكون حياته مستقرة وحياة يملأها السعادة والنجاح بأمر الله تعالى. وهذا ما يتعلق برؤية التبرع بالأعضاء في المنام. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.